صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو ده. طبعا النهارده كله متوقع ان سيد هيطلع النهارده يقطع في النادي الاهلي، بس انتوا ما تنسوش مهما يكون الاهلي اتغلب النهارده مش هطلع طبعا عمري ان اقطع في الاهلي. ليه بقى؟ طول عمرنا احنا على الحلوه والمره معاه، على الحلوه والمره معاه. طبعا في اشقاء مغاربه اصحابي طبعا حبايبي كانوا قالوا لي طبعا الاهلي مبروك للاهلي والدوري وكده. كده كده الاهلي حسم الدوري بدري. هي النتيجه النهارده 3-0 من بيراميدز، دي اولا حاجه مش طبيعيه ولا حاجه احنا متعودين عليها. هي طبعا اخطاء بس في اللعيبه والروتيشن بتاع اللعيبه واللعب لا مركزيه، وبالذات في الشوط الثاني هو ده اللي خرب معانا الدنيا. بس مش مشكله، احنا على الحلوه والمره معاه. تمام بقى. انت يا مارسيل يا كولر يا مدرب يا عالمي، يا اللي خدت ال5 بطولات من بعد ما اتغلبنا من سان داونز ب5. كل جون دخل فينا في سان داونز جبت قصاده بطوله، خدت ثقه جمهور النادي الاهلي. الثقه اللي صعبه اي مدرب دخل النادي الاهلي ياخد الثقه دي بسرعه، دي كانت صعبه. بس انا بقول لك برافو. بس الخساره النهارده ماشي. طبعا الروتيشن انك بتعمله مع اللعيبه وكده، بس صراحه واحد زي النينجا ده ما يقعدش. يعني تعالى دلوقتي هنراجع التشكيل تاني من الاول من بدايه المباراه. طبعا القائد محمد الشناوي، والنهارده الشناوي لا يسأل عن اي هدف الا الهدف الثالث. تمام. محمد الشناوي من اليمين للشمال خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، منعم، الدبيس، وده ناشئ علي معلول القادم باذن الله. نخش بقى على نص الملعب طبعا بيلعب قدام الاربعه مروان طبعا النهارده. يعني طبعا ممكن يكون وفاه ابو مروان النهارده مأثره برضو عليه لسه في التأثير، بس طبعا كلنا عارفين ان مروان لاعب كبير. طب بص بقى ايه عندك محمد مجدي قفشه النهارده. انا كان نفسي محمد مجدي قفشه النهارده نرجع نلعب 4-2-3-1، محمد مجدي قفشه يلعب تحت الثلاثه، ودي ما حصلتش النهارده، تمام. هتقولي تحت الثلاثه ازاي؟ ما اقصد كلامي اللي احنا هنلاعب 2 نص ملعب قدامهم محمد مجدي قفشه، بدل ما قفشه يلعب النهارده 8 لا يلعب 10، ودي كانت الافيد بالنسبه اللي انت لسه حاطط لي فيه لعيبه زي كريستو برضو في التشكيل ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر. جينا بقى في الشوط الثاني عملت لي تبديلات. طبعا التبديلات دي احنا قلنا هتغير يعني شكل المباراه خالص، والاهلي هيتفوق وي. طب تصدق قلت امن بالله انا النهارده قايل لواحد عزيز عليا اكتر من اخ، مصطفى انا قايل له انا مش مطمن لمباراه النهارده. قلت له والله الكلمه دي، واكيد مصطفى هيسمع الفيديو ده وهيقول لي رايه برده في الكومنتات، عشان يبقى انا عندي اكيد هو بيرن عليا دلوقتي برده وهيعرفني. تمام. جيت في الشوط الثاني ايه اللي انت غيرته؟ فخري ونزلت الي ديانج. قلت خلاص هتغير الطريقه، نرجع ل 4-2-3-1. يبقى كده رجع قفشه كده هيلعب 10 مش هيلعب 8. ببص هي نفس الطريقه. غيرت لي مين تاني؟ طلعت لي كريستو ونزلت لي احمد عبد القادر. وبعد كده فضلنا ماشيين مباراه عادي. الشوط الاول انتهى 1-0 ماشي، احنا عرفنا ان خلص 1-0. يعني دلوقتي التبديلات دي جت في الشوط الثاني. طب في الشوط الثاني انا جايه فيه جونين طبعا وضيعت جوان. احمد عبد القادر طبعا والكره الرائعه اللي ضاعت منه النهارده انا مش عارف هي ضاعت ازاي. احنا كلنا قلنا جون بلا استثناء، ما في واحد مشجع نادي الاهلي او في المباراه حتى لو زملكاوي او اسماعيلاوي كان قال الكره دي جون. كله استغرب اولا في الكره دي. طلعت لي محمد شريف ونزلت لي رأفت خليل. طلعت لي طاهر محمد طاهر ونزل حسين الشحات اللي جاب ضربه الجزاء برده وضاعت. يعني انا نفسي اعرف بس التشكيله النهارده في لخبطه يا مارسيل يا كوره. بص احنا باصمين وختمين وراك. انت مدرب عالمي وعملت تاريخ في النادي الاهلي في 10 شهور ما عملوش اي مدرب قبلك قبل كده او اي مدرب في القاره اساسا. تمام. انت مدرب عالمي. وبالنسبه طبعا في حاجه تانية بقى، في تريكه بسيطه كده، التريكه اللي هي بتاعت حمدي فتحي ما شفناهاش ليه النهارده؟ مفيش لاعب طبقها النهارده في الملعب ليه؟ يبقى لسه في تاثير برضو حمدي فتحي.
ان شاء الله ان شاء الله يعني مباراه المصري نشوف التريكات دي تاني والظبط شويه في الملعب. ما ينفعش العب خالد عبد الفتاح مع كريستو، ولا اليمه الثانيه كريم الدبيس مع طاهر محمد طاهر اللي بعيد عن مستواه بقاله فتره. يبقى احنا نلعب بالتشكيله الاساسيه. طب النهارده فين بيرسي تاو؟ المفروض انا فاضل لي مباراتين، بيراميدز والمصري، والاثنين اقوى من بعض، اللي يخليني اريح لعيب زي بيرسي تاو تمام العب لا بالتشكيله الاساسيه بتاعتي النهارده. انا عارف ان لعيبه الاهلي كلها رجاله، ما عندناش حاجه اسمها اساسي وحاجه احتياطي، بس بيبقى في لعيب بتميزه على لعيب شويه، بيبقى في ثقه شويه، في الخبره بتفرق في الحتت زي دي تمام. وعشان ما اطولش على حضراتكم تاني، دعموني بلايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.